بسم الله الرحمن الرحيم. نود أن نوضح لمواطنينا الكرام في مدينة تكريت بأنه مديرية بلدية تكريت تعمل ليلا ونهارا لخدمة أهالي المدينة الكرام. عمل مديرية بلدية تكريت حقيقة في تصاعد تدريجي وتصاعد متسارع في وتيرة العمل وفي نوعية المشاريع المقدمة، حيث أن السيد محافظ صلاح الدين الأستاذ بدر محمود الفحل قد يعني وضع خطة إعمارية كبرى في مدينة تكريت يشرف عليها شخصيا، قام بتدليل كافة العقبات وكافة المعوقات الموجودة في عمل البلدية. اليوم انتقلنا إلى مرحلة مهمة، يجري أعمال تنفيذ ما يقارب 7 مشاريع، أغلبها تتركز في حي القادسية، مشروع شارع الجراج، مشروع شارع القطعة 500، مشروع شارع أبو عقرب، مشروع شارع الدفاع المدني، مشروع المجمع الطبي، شارع المجمع الطبي، ومشروع تأهيل الزون سي، ومشروع الجهد الخدمي والهندسي اللي تشكل بإشراف وتوجيه دولة رئيس الوزراء المحترم. اليوم عملنا يجري في أغلب المساحات الموجودة في حي القادسية، وننتظر عدد مهم آخر من المشاريع لإجراء المباشرة به. أيضا في مكان ليس بعيد عن مركز حي القادسية يجري العمل في تنفيذ المتنزه الأهم والمتنزه الأكبر في مدينة تكريت، متنزه الشطية، الذي يجري العمل فيه الآن حاليا يتلخص برفع المناسيب لهذا المتنزه كي نجنب المتنزه موجات الفيضان المتوقع حدوثها. نسأل الله أن يجعل الموسم القادم موسم أمطار خير على عراقنا الحبيب وعلى مدينتنا تكريت. يوم أمس يعني كنا سعداء جدا بالعثور على عين مياه طبيعية تجري من الجبل القريب في متنزه الشطية، وبالتالي فتحنا مسار لهذه العين وبدأت تتجه نحو النهر اللي تصب في نهر دجلة. هذا يعني الحدث أضاف لمسة جميلة ولطيفة إلى يعني الوضع الجغرافي والوضع التصميمي للمتنزه. أيضا هنالك عدينا مرسى للزوارق سوف يكون خاص بالشباب، ومن ثم نعزل مساحة للعوائل ولكبار السن الموجودين في مدينة تكريت. كانت رؤيتنا بإنشاء مساحة بها خصوصية لعوائلنا الكريمة ول يعني أساتذتنا كبار السن كمتنفس و يعني منتجع للاستجمام والراحة في تلك المنطقة. أعمالنا الأخرى فيما يخص صيانة الشوارع ومحاسبة المتجاوزين ورفع الأنقاض والنفايات، أيضا يعني أعمال رفع النفايات والخدمات، رفع النفايات والأنقاض من قبل شعبة الخدمات البطلة، يعني أبطال الخدمات يعملون منذ ساعات الفجر الأولى في كافة الأقسام، أقسام مركز تكريت والقادسية والديوم وشرق دجلة، يعملون لتأمين كافة الاحتياجات الخدمية من رفع للأنقاض والنفايات، فإضافة لأعمالنا الإدارية اللي تجري في داخل مركز في داخل ديوان البلدية. ومع ذلك نعمل إن شاء الله لتطوير العمل وزيادة المشاريع الخدمية المقدمة لمواطنينا، وكلنا آذان صاغية وصدور رحبة لاستقبال أي ملاحظة أو أي مناشدة من المواطنين في أي وقت. شكرا جزيلا لكم، أخوكم المهندس أنس فلاح الفراس، مدير بلدية تكريت.